اعتقد استاذ عبد الرحمن انها مواجهه بين مدرستين مغربيتين. هلال الطير اللي صابر على هذا الوضع، والكره غاديه مع استاذ عبد الرحمن الان بدون هزيمه، ولكن مع اطار اخر للشعار ديالو الصرامه التكتيكيه والانضباط التكتيكي. غتكون مباراه استاذ عبد الرحمن مباراه صعبه، لان ولا فريق يبغي يفرط النقاط ديالو. اولمبيك اسافي خصو باغي يحقق اول انتصار داخل الميدان، لانه لحد الان جوج الهزائم، نهزم امام الرجاء مدينه اسافي مباراه صعبه، ونهزم امام نهضه بركان، وكاع النقاط اللي جابها عبد الرحمن جابها من خارج الميدان، جوج انتصارات من خارج الميدان، انتصار على شباب محمديه وانتصار على الدفاع الحسن الجديدي، وتعادل مع اذا المباراه لن تكون سهله. صحيح ان جوج فروق ما داروش انتدابات، ولكن كيبان، ورغم ان اولمبيك اسافي افضل حال على الاقل كاين ذاك الضوء، كاين ذاك البصيص، كاين اداره رغم المشاكل اللي كاينه، رغم الضبابيه التي تسود، حتى هو كيعاني مشاكل ماليه. بالنسبه للفريق اتحاد طنجه كنشوف تركيبه عبد الرحمن محدوده. كنقول استاذ عبد الرحمن راه بطوله مجنونه، كيفاش ان لاعبين ما تدربوش، لاعبين ما تخلصوش، انهم في هذه ربما هذا السر ما كتلقاش، ربما هذا السر عند الطنجره، عند ولا الطنجيه راه تكون عند السي الطير وعند هلال الطير. ربما السي احمد يقدر يفسر علينا، لانه ظاهره غريبه استاذ عبد الرحمن، لانه كما كنقولوا على هذا الحساب ما بقاش خصنا نكونوا نديروا معسكرات تدريبيه، ما خصناش نديروا مباريات اعداديه، اللاعبين يترينوا بوحدهم يجوا يجمعوا نهار الماتش، وبالتالي غتكون هذه استاذ عبد الرحمن وضع اللي ربما واش غيستمر اتحاد طنجه في هذا التفسير ديال استاذ عبد الرحمن، واش غيستمر اتحاد طنجه في المقدمه، واش غيحافظ على التواجد ديالو. يمكن الدورات القادمه استاذ عبد الرحمن تكشف لنا هذا السر، ويمكن نشوفوا الوضع ديال اتحاد طنجه. المهم مباراه غتكون مشوقه، غتسدل بها السيطره على فعاليات الدوره السادسه من البطوله الاحترافيه. حظ موفق للفريقين، ولكن بالنسبه للاولمبيك اسفل عبد الرحمن ممنوع الخطا، لانه الفريق خاصه ينتصر، لانه الان بدا حساب الدورات. 5 الدورات الاولى جبنا الفريق 7 نقاط، معدل 15، معدل كنقول استاذ عبد الرحمن مع مقارنه مع المباريات اللي جرات نسبيا مقبول، ولكن استاذ عبد الرحمن ما مقبولش خلال الثلث الثاني ان الفريق يجيب 7 نقاط، على الاقل 10 نقاط ولا 9 نقاط كتكون ايجابيه، لانه خاص على الاقل الفريق يسالي، اي فريق يسالي الشطر الاول ما فوق 20 نقطه استاذ عبد الرحمن باش يناقش الشطر الثاني بشكل مريح. وهذا الهبوط استاذ عبد الرحمن الان من الان بدات الحسابات، ولكن استاذ عبد الرحمن من الان بدينا كنتبعوا اللاعبين ما مخلصينش، المدربين كيطالبوا بملاعب التدريب. نتمنى ان استاذ عبد الرحمن اذا امام الدوره السادسه يكون حضور جمهور في الملاعب الرياضيه استاذ عبد الرحمن. سي سمير، بغيت نقول لك واحد النقطه قبل ما ننتقل لنقطه اخرى، هو واش ما كتشوفش بان الفروق يعني الاطار الوطني لما تواجهها اكراهات ماديه او غيرها؟ كنشوفوا دابا بان سي هلال الطير في واحد الفريق اللي كان منهار قبل بدايه الموسم، سي امين الكرمه راه هو جا وقبل على عده اشياء، ومدربين اخرين لا يلجؤون لهم الا اذا كانت اكراهات ماديه وماليه وتنظيميه الى غير ذلك. بينما المدرب الاجنبي كانوا يوجدوا له جميع الظروف، ولكن التجربه اعطت والنتيجه